صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. معانا جنيه الملك فاروق، جنيه الورقي. هو زي ما انتوا شايفين، هو عندي حالته مش كويسة قوي، والحالة دي بيعمله حوالي 400 جنيه، لأن هو نادر شوية. ده ظهر العملة، 1 جنيه، الجنيه الورقي. والتصاميم دي برضو كلها كانت برضو بتتعمل في مكتب في لندن، ودي تقريبا برضو كانت بتتباع في لندن، بتتصمم وبتتباع في لندن، لأن ما كانش في مصر ساعتها مطبعة بنك مركزي، فالفلوس دي كانت بتطبع في لندن برضو، لندن أو سويسرا. يعني أنا أعتقد جنيه الملك فاروق ده كان صحيح، كان تصميم، وده كان تصميم صح. جنيه الملك فاروق كان تصميم وطباعة في سويسرا. أيوة، ملك فاروق الأول. ده تصميم جميل جدا، يعمل له 400 جنيه حاليا، 400 300 في الحدود دي. لو هو حالة أحلى أحسن من كده بيعلى، لكن اللي معايا زي ما انتوا شايفين هو شعبي. الحالة اللي معايا دي بتتسمى حالة شعبي، زي ما انتوا شايفين كده، مش أنصر. دي حالة بتتسمى شعبي، حالة شعبية. ومع ذلك زي ما قلت لكم كده، السعر حوالي 300 جنيه، لا يزيد. انا الورقه بتاعتي دي ب 300 جنيه، عشان خاطر اكون صريح يعني. وهي معايا جميله. اتمنى ان حضراتكم تشتركوا في القناه، وتعملوا لايك وسبسكرايب، حتى يصلكم كل جديد. ودعمكم لينا دفع لينا للامام. بنكون سعداء باشتراككم في القناه، ان انتوا بتعملوا لايك للفيديوهات، وتفعلوا زر الجرس، وتشتركوا في القناه. واتمنى ان انتوا لو اي واحد عايز اي عملة واجيبها له ونتكلم عنها، انا عندي عملات كتير جدا، واصدقاء برضو ليا بنتعامل في نفس المجال عندهم عملات. فانتوا لو عايزين اي عملة، اتركوا السؤال في التعليقات، انا سايب التعليقات مفتوحة. تترك اي سؤال على العملة اللي انت عايزها وتكتبها لي، وانا هحاول اجيبها باذن الله، واصورها واعرضها، واقول لكم تمنها كام، سواء عملات مصرية أو أجنبية. إحنا عندنا بنتعامل مع بعض. أنا سواء عندي أو مكانش عندي، هيكون عند أحد الأصدقاء اللي بيتعاملوا برضه في نفس المجال، وطبعا هنقدر نتعاون مع بعض ونقول تمنها، سواء أنت عايز تشتري أو عايز تبيع، عشان يكون بما يرضي الله، ما تتخمش. أقصد يعني، عفوا يعني، عشان خاطر محدش، يعني عشان تاخد السعر العادل بتاعها. انا مش عايز اعق في الكلام، عشان تاخد السعر العادل بتاعها، سواء بيعا او شراء. ونتمنى ان حضراتكم تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.